بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنعمل فطاير جميلة كده. لو معلقتين عصاج متوفرين عنديك وشوية جبن، بواقي جبن كده، هنلمهم على بعض ونعمل الفطاير الجميلة دي زي ما احنا شايفينها كده، هشة جدا والله وطعمها في منتهى الجمال. وغدا مش اي حاجة يعني، مش هنفتري ونقول ان هو يعني فطار، ولا ده غدا ان شاء الله كده. المقادير بتاعتنا هتكون نص كيلو دقيق، هنحط عليه معلقة خميرة كبيرة، معلقة سكر، ذرة ملح، وايه هنبدأ نضيف الحاجات الجافة على بعض كده ونقلبها كويس. بعد كده متوفر عندي زبادي، احط كوباية زبادي، مفيش زبادي ممكن شوية لبن، نص كوباية لبن. مفيش لبن بمية، لو عجناها بمية برضو هتبقى زي الفل وجميلة زي ما احنا كده شايفين اهو. انا عندي زبادي حطيتها، وهبدأ اضيف كوباية مية عليها كده، ابدأ العجين بيها. طبعا انا مش هقول مقدار للمية لاني تبع كمية العجين اللي انتي هتعجنيها، نص كيلو، كيلو، هي المقادير زي ما احنا عارفين، اللي احنا شايفينها دي زي ما هي بالظبط كده. حتى لو حطيتي كوباية زبادي واحدة وكيلو دقيق هتمشي برضه، واعجن بالمية. مفيش خالص ولا زبادي ولا لبن، نعجن عادي بالمية، مفيش مشاكل. نحط معلقة لبن بودرة كده برضو زي الفل، وهنعجنها كويس زي ما احنا شايفين كده. وهناخد وندي فيها على الرخامة ننعمها، ونحط حوالي معلقتين 3 في اخر حاجة عشان انهي بيها العجينة بتاعتي. بشربها كويس كده الزيت، والمها بمعلقتين الزيت انعمهم. بعد كده بحطها في الطبق عشان تخمر، تقعد نص ساعة، تقعد ساعة الا ربع. بحطها في مكان دافي واغطيها كويس. زي ما احنا شايفينها عجينتنا نعمت خالص خالص واتلمت، بقت خلصانة من ايدي ومن الرخامة خالص. انا بعجن فيها كده عشان اعمل لها عرج وتبقى ناعمة، وبعد كده تبقى هشة لما بتستوي. العجين ده بيخليها زي الفل لما بتيجي تستوي، بعدين هشة جدا. خلصناها، بنحط شوية زيت في الطبق زي ما احنا شايفين كده، وبنريح العجينة جوه الطبق ونغطيها ونسيبها نص ساعة، ساعة الا ربع. طبعا احنا بعد كده هنجهز حشوة بتاعتنا زي ما احنا قلنا. ادي دي شوية جبن لميتهم عندي. بعد كده عندي معلقتين عصاج لحمة، هم دول يعني ما كنتش عارفة اتصرف فيهم ازاي، ضفت عليهم الجبن دي واخلطهم كويس مع بعض زي ما احنا شايفين. وهم دول ان شاء الله اللي هعملهم حشو للفطاير. وممكن استغنى عن العصاج وتبقى بالجبن بس زي ما احنا شايفين كده اهو. هنقطعها كور صغيرة عشان تريح، واعرف وانا افردها كويس وابدأ احط الحشوة فيها. طبعا انا جنبي طبق فيه شوية زيت، بحط ايدي، بدهن ايدي بالزيت، وابدأ بعد كده اخد قطعة قطعة زي ما احنا شايفين، نفردها كده مدورة بالشكل يريح. نشكلي براحتك يعني، انا هشكلها كده قطعة مدورة، بفردها كده خالص. وبعد كده بحط معلقة من الخلطة اللي بتاعت الحشوة دي، واوزعها كده جوه العجينة، افردها كده فيها كلها. وابدأ بعد كده الم عليه من الجوانب كده حوالين داير، اعملها كده زي السرة، واقفل عليها كويس، واضغط عليها كده واكورها كويس. وبريحها في الصينية تكون مدهونة زيت او سمنة، واسيبها تريح في الصينية. ممكن اسويها كده لقيتها شادة شوية، اسيبها في الصينية لحد ما املاها الصينية، بعدين اساوي الكمية كلها. طبعا هنا اهو بنحشي بناخد قطعة قطعة وبنحشي بالخلطة بتاعتنا الجميلة دي. جبن والعصاج طبعا بتنكهها والله، طعمها في منتهى الجمال. بتعمليها مع شوية مخلل، شوية جرجير، شوية طحينة، بتبقى غدوة محترمة والله. او لو 5 افراد 6 افراد الكمية دي هتأكلهم وتشبعهم. زي ما احنا شايفين اهو بنلمها كويس، ونبدأ نحطها في الصينية. هنسيبها كده عمال ما نملى الصينية خالص ونسويهم بإيدينا. وبعد كده بنجيب شوكة زي ما احنا شايفين عشان ما تنتفخش جامد، بخرمها كده بالشوكة على الوش. واكون محضرة طبعا معلقة لبن كبيرة او معلقتين لبن. عايزة تحطي بس لبن، وتحطي مثلا نص يعني طرف كده قهوة،
عايزة تحطيه بالبيض، انا يعني عندي بيضة كده صغيرة كسرتها على اللبن ومعلقة زيت صغيرة وقلبت الخليط ده ودهنت بيه الوش، بيطلع طبعا لونه احمر كده ولامع، بيبقى جميل والله في منتهى الجمال. طبعا انا مشغلة الفرن على حرارة 180 درجة. اول ما بنتهي على طول من دهنها كده، انا مش بسيبها تختمر تاني، انا بدهن على طول الوش وبخرم زي ما احنا شفنا، وبحط الصاجة اللي اخلصها بحطها في الفرن على طول عندي تستوي، مش بتتخمر تاني يا جماعة. وادي شكلها في منتهى الجمال وطعمها كمان اجمل واجمل. وان شاء الله كده تعجبكم، وحاجات بسيطة على كد الايد كده يعني. وتشيرونا كده القناة بتاعتنا، وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا.